كان هناك تاجر يجوب الأسواق من بغداد إلى الكوفة، يبيع ويشتري ويعرف كيف يساوم حتى على الهواء. اشتهر بامتلاك ناقة بيضاء نادرة قوية وسريعة لا تقهر في السفر. عرض عليه أحد الأمراء مالا كثيرا لشرائها، لكنه رفض. قال: هذه الناقة لا تباع، فهي تعرف الطريق أكثر مني. الناس ظنوا أنه يتفاخر، لكن الحقيقة كانت أغرب. في أحد أسفاره ضل الطريق في صحراء قاحلة ونفد الماء. جلس تحت ظل الناقة ينتظر الموت، لكن الناقة بدأت تتحرك وحدها وكأنها تعرف وجهة لا يعرفها هو. بعد يومين من السير وصلت إلى بئر قديم لا يعرفه أحد. هناك شرب ونجا. عاد إلى المدينة وباع كل شيء إلا الناقة. مرت السنوات وبدأ ينسى، حتى اسودت ذاكرته ولم يعد يعرف حتى اسمه. لكن كل صباح كانت الناقة تقف أمام بيته وتصدر صوتا معينا، فيخرج يركبها فتأخذه إلى المسجد ثم تعيده. وفي يوم مات ودفن قرب المسجد. لكن الغريب الناقة اختفت، لم يرها أحد بعدها. وبعد أشهر جاء راع من البادية وقال إنه رأى ناقة بيضاء تقف عند قبر، لا تأكل لا تشرب، فقط تنظر. فقال بعض الناس: سبحان الله، كانت تعرف الطريق حتى إلى الآخرة.